السلام عليكم. مسا على الناس الكويسه. لو دي اول مره ليك في القناه عندنا فانصحك بانك تعمل سبسكرايب دلوقتي حالا. يلا انزل دلوقتي اعمل، مش بهزر والله، انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا. عملت؟ حلو. انزل بقى تاني معلش هنتعبك معانا، وشغل الجرس بقى علشان يجيلك الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. ما تنساش تدعيلي اكيد يعني عشان ربنا يوفقنا كلنا. وبدون اي تاخير يلا بينا. موضوع النهارده عن الفرم، ازاي تفرم جامد جدا زي الفشيخ فيكر او اي حد تاني. كم مره وانت بتلعب جيم وفجاه لقيت حد بيتريق عليك وبيقولك نوب 80 فرم في نص ساعه، وانت بتدوس تاب وتلاقي نفسك فعلا عامل 80 فرم في نص ساعه وهو عامل 220. بغض النظر انك بتقول انا عارف انا بعمل ايه، لانك في اعماق سيادتك بتكون عارف انك غلطان. علشان كده عملت الفيديو ده واللي هنتكلم فيه عن ازاي تحسن من الفارمنج بتاعك وتفهم ان الموضوع مش بس انك تعمل لاست هيت وخلاص. بص، هو اكيد انك عارفه انك لازم تعمل لاست هيت على المينيونز علشان تاخد الجولد. دي مهارة لا مفر منها علشان تقدر تعمل فارم عالي، وعلشان كده انت محتاج تتدرب عليها جامد جدا، واتكلم على خطوات هتساعدك تحسن نفسك في المهارة دي. اول كده خش على البراكتس تول والعب بتشامبيون الاوتو اتاك بتاعته ضعيفة زي فيجر او فلاديمير. ممكن تويستد فيت برضو. ما تشتريش اي ايتمز ولا تستخدم اي ابيليتي خالص، وحاول على قد ما تقدر انك تلاست هيت اكبر عدد ممكن من الويفز. ومش بس كده، اقفل الليفل على ليفل 1 علشان ما تعلاش في الليفل، والستاتس بتاعتك زي الاتاك سبيد والاتاك دامج يزيدوا. لما تلاقي نفسك بقيت كويس جدا في الموضوع ده انتقل للمرحلة التانية. دخل ضدك بوت علشان الويف بتاعته توصل للبرج عندك، ودلوقتي حاول تعمل كل اللي تقدر عليه من اوتو اتاكس وابيليتيز علشان تلاست هيت اكبر عدد ممكن من المرات. عامة البرج بيحتاج يضرب الميلي مينيونز ضربتين وبعديها انت تضربه ضربة تالتة علشان يموت. بالنسبة بقى للكاستر مينيون اللي هم المينيون الرينج بيحتاجوا ضربة واحدة من التاور وانت بتضرب الضربة التانية، ودي النقطة الصعبة اللي لازم تتعود عليها جدا. لو عندك AD عالي شوية مش هيكون في مشكلة، لانك بسهولة هتستنى ضربة البرج وبعد كده هتضربه بسهولة. لكن لو ده مش كفاية فهتضطر ترقص رقصة الماكارينا وانت بتحاول تضربه مرة قبل ضربة البرج ومرة بعدها، او هتضطر تستخدم ابيليتي. لما تلاقي نفسك اتحسنت شوية خش على المرحلة اللي بعدها، وهي انك تعمل نفس الخطوة دي بس بالتشامبيونز اللي انت بتلعب بيها. طيب في حاجة مهمة لازم تعرفها عن الفارم. لو انت بتلعب بميلي تشامبيون، يعني شامبيون بيضرب من قريب، انت تقدر تموت المينيونز اسهل، وهقول لكم ليه كمان شوية. ولكن التحدي بيكون في انك تحمي نفسك من البوك، بالذات لو انت ضدك رينج تشامبيون. لكن لو انت رينج برضو هتقدر تعمل فارم من بعيد وانت في امان، ولكن الموضوع هيكون اصعب شوية. يا ترى ليه؟ علشان انت وانت بتعمل لاست هيت بميلي تشامبيون الانيميشن بتاع الضربة بتاعتك بياخد وقت اقل بكتير جدا من لو بتلعب بحد رينج، وبعد كده بتطلع الطلقة بتاعته في الهواء، ودي بتكون ليها سرعات مختلفة حسب كل تشامبيون، وبالتالي بيكون في احتمال انك تضرب متأخر، فعقبال ما الضربة توصل للمينيون يكون مات لوحده، وبالتالي مش هتتحسب لك لاست هيت. دي حاجة للأسف عشوائية ما تقدرش تقلل منها إلا بالتعود واللعب الكتير. خلينا متفقين إن أكتر كمية مينيونز موجودة في التوب والبوت لينز، وده علشان هم أطول من الميد لين، ففرصة إنهم يتسابوا ويحصل بوش تلقائي بتكون أعلى. وكمان أوقات كتير بتلاقي الميد لين زحمة نوعا ما، واحد مش لاقي كامبات يعمل لها كلير جه عندك في الميد وخد نص الويفة بتاعتك، ناس خدت الدريك ومش لاقي حاجة تعملها، تعالى نعمل بوش ميد. فريق عناتيل الطلبية البرونزات واخدين كلات الدقيقة 9 وفاكرين انهم يقدروا يخلصوا الجيم، تعالوا نبوش ميد، وانت بتبقى واقف وسطهم يا حرام عامل حسابك انك تعمل 10 او 11 فرم في الدقيقة، لما تعرف انك بالشكل ده في الويف هتاخد لك مينيون واحد بالعافية، يبقى خد لك جنب واقعد عيط. ساعتها بص على باقي اللينز هتلاقي تجمع مينيونز للانمي في التوب مثلا، قول لفريقك ما يعملوش فايت من غيرك وروح الحق المينيونز قبل ما يضيعوا. طب هل دي بس الحالة اللي اعمل فيها كده؟ اكيد لا. هتكلم دلوقتي عن نقطة كمان مهمة جدا،
وفي محترفين كتير بيعملوها ومفيدة جدا جدا. عمرك فكرت انك يكون عندك 2 لينز بتفرم فيهم؟ اقولك ازاي. فلنفرض انك بتلعب توب ولقيت الميد نازل يعمل روم عند البوت، يبقى انت تقدر بسرعة تعمل فاست بوش في اللين بتاعك وبعدين تنزل ميد بسرعة قبل ما اللي ضدك يقدر يعمل بوش ويضيع المينيونز على اللي ضدك. انت اولى بيهم يا روحي. استنى كده، انت يا جانجلر الزفت، انت فاكر ان الجانجل تشامبيون دي بتاعتك لوحدك؟ ده كان زمان يا حبيبي. السيزون ده الكامبات الصغيره زي العصافير والضفدعه بيرجعوا ينزلوا تاني 30 ثانيه بدر عن السيزون اللي فات. يعني لو الجانجلر في النص التاني من الخريطه بيعمل جانك وبعدين بيعمل فارم للنص، ده انت تقدر تاخد الكامب الصغير اللي قدامك وهو عقبال ما يخلص ويروح له تاني هيكون نزل له تاني، يعني هيجي ويلاقيه. طب انت عارف انك كده بتضرب عصفورين بحجر؟ انت عارف ان الجانجلر بتاعك لو فضل مشغول في النص اللي تحت كتير ممكن الانمي جانجلر يعمل له كاونتر جانجل في النص اللي فوق، وبالطريقه دي لما يجي يعمل ده مش هيلاقي كامبات اصلا لان في وحش فوق اخدهم. ايوه، كل نفسك قبل ما حد يجي ياكلك، بس خلي بالك الكلام ده بعد اول كلير يعملها الجانجلر مش اول دقايق كده. في حاجه هتسهل عليك الموضوع ده وهتخلي عنك وقت ليه، وكمان انك تعمل كاونتر جانجل، وكمان ممكن تعمل روم، بس مش بتنفع الا على تشامبيونز معينين جدا، اشهرهم سينجد وهو البروكسي فارمينج. مش هتعمق فيه قوي، بس باختصار هو عبارة عن انك من الجانجل بتاعة الانمي بتعدي البرج اللي بره من التوب لين وبتلحق المينيون ويف وهي بين البرجين بتوع الانمي اللي هما الاوتر توريت والانر توريت اللي هو البرج الاول والبرج الثاني، وبتخلص عليهم، وبالتالي الويف بتاعتك انت مش هتلاقي حاجه تضربها فهتروح للبرج بتاع الانمي، والانمي هيفضل مشغول ومتثبت فوق لانه لازم يلحق الفرم قبل ما البرج ياخده. تقدر في الوقت بين الويفز تعمل كاونتر جانجل بسهوله وتصطاد الانمي جانجلر كمان. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب للقناة لو انت جديد وتفعل الجرس اللي تحت ده علشان يجيلك الفيديوهات اللي بنزلها اول باول. واكتب لي في الكومنتات تحت انت عايز السلسلة دي تمشي ازاي او عايز اتكلم عن ايه الفيديو الجاي. يلا سلام.